الحشاشين دول واحدة من أكتر الجماعات إثارة للرعب والفوضى في التاريخ، وكانت الناس كلها بتخاف منهم عشان عقيدتهم القتالية الغريبة، وده لأن أعضائها كانوا مستعدين للموت في سبيل نجاح المهمة المكلفين بيها، على الرغم من إن الجماعة كانت بتعادي دول وجيوش بحالها، إلا إنهم كانوا أصحاب اليد العليا في أي مواجهة، وده بسبب ابتكارهم لأسلوب جديد في الحروب وهو الاغتيالات. أهلا بيكم، أنا رامز عادل وده في ظروف غامضة. ما تنساش بقى لو انت اول مره معانا سبسكرايب للقناه، اما بقى لو انت زبون معانا متهيألي مش محتاج اقول لك اللايك وشير لاصحابك. قشطه، يلا بينا. سنه 1037 ميلاديه اتولد الحسن بن علي بن محمد الصباح، وكبر واتربى في بيئه بتعتنق المذهب الشيعي، ولما وصل لسن 17 سنه اعتنق المذهب الاسماعيلي، ومن وقتها حياته كلها كانت عباره عن دراسه عن المذهب والتعمق فيه لحد ما وصل ل 41 سنه، وساعتها قرر يسافر للقاهره عشان يسجل اسمه في بلاط المستنصر بالله، لكن بسبب اضطرابات سياسيه حصلت في مصر وقتها قرر انه هيرجع على ايران مره ثانيه، وتحديدا لمدينه اصفهان، وبدا في نشر المذهب الاسماعيلي بين الناس في البدايه. وحسن الصباح كان بيدعو الناس للمذهب الاسماعيلي في السر، وساعتها قرر يسافر القاهره، بس حصلت وقتها اضطرابات سياسيه كبيره جدا في مصر، وقرر انه لازم يرجع ايران مره ثانيه وتحديدا لمدينه اصفهان. وحسن الصباح كان بيدعو للناس للمذهب الاسماعيلي في السر، ده لان اللي كان بيحكم ايران وقتها السلاجقه، اللي هم كانوا سنه مش شيعه، وكانوا بيتعاملوا بمنتهى الحزم مع الاسماعيليين دول. والاسماعيليين هي جماعه بتقول ان القران ليه ظاهر وباطن، الظاهر هو المعنى الواضح اللي نفهمه من القران بالعربي، اما بقى الباطن هي المعاني السريه اللي محدش بيفهمها الا هم وبس. وعشان كده بدأوا يفسروا القرآن بمزاجهم، حرفوا في المعاني وبيقولوا ان هو ده باطن الآيات، واسقطوا معظم التكاليف اللي زي الصلاة والصوم والزكاة والاغتسال، وعشان كده تمت تسميتهم بالباطنية. المهم بقى ان الصباح قدر انه يكون مجموعة صغيرة من الناس واقنعهم بأفكاره، واتشهرت الجماعة بعد كده باسم جماعة الحشاشين، والاسم ده اللي اطلقوه عليهم الناس، وهقول لكم ليه لقبوهم بالوصف ده بس قدام شوية. وجماعة الحشاشين بقيادة الصباح بعد 9 سنين من الترحال قرروا اخيرا انهم لازم يستقروا ويعملوا مقر لدعوتهم الجديده، وفعلا استولوا على مجموعه من القلاع الصغيره واستقروا فيها، بس كانوا حاطين عينهم على قلعه معينه، وهي قلعه الموت جنوب بحر قزوين، ودي بالفارسيه معناها عش العقاب، واتسمت بالاسم ده بسبب ارتفاعها الشديد عن الارض. والقلعه محصنه بشكل مهول، وده طبعا بسبب ارتفاعها، لدرجه ان اقوى المجانيق في الوقت ده ما تقدرش انها تصيب الاسوار بتاعتها ابدا، ده غير اصلا ان الطريق اللي بيوصل لها كان صعب جدا، ومش اي حد يقدر يوصل له حتى لو كان جيش كامل من المشاة. لكن المشكله بقى ان القلعه دي كانت مأهوله، وكان بيسكنها جماعه من الطائفه العلويه، وطبعا احتلال القلعه كان شبه مستحيل للاسباب اللي قلت لكم عليها. وكان بيفكر حسن في طريقه يقدر يحتل بيها القلعه دي وازاي هيسيطر عليها، وكانت الخطه كالاتي: انه اقام جنب القلعه وبدا يبين للناس الدين والزهد عشان يكسب ثقتهم، وفعلا مع الوقت اهل المنطقه حبوه لدرجه انهم استضافوه عندهم في القلعه فوق، وزار حاكم القلعه نفسه اكتر من مره. وفي ليله من الليالي اتسلل الصباح ومعاه مجموعه من اتباعه للقلعه دي وسيطروا عليها. ابن اللئيمه برضه دماغه سم. وبعد ما استقر الصباح هو وجماعته في القلعه بدا يفكر في الخطوه الجايه، وقال ان في حاجتين مهمين لازم يعملهم عشان يبني دولته. اول حاجه انه يوفر اكل والشرب للاتباع بتوعه، اما بقى الحاجه الثانيه انه يدربهم على اساليب قتال تكون فعاله. في الاول موضوع الاكل كان معضله كبيره بالنسبه للصباح، وده لان بيئه القلعه كانت قاسيه جدا، ودرجه الحراره كانت بتكون متجمده فيها لمده 7 شهور في السنه، والقلعه كانت عاليه جدا زي ما قلنا قبل كده، ودرجه الحراره فيها كانت تحت الصفر، وكان مصدر الاكل كان لازم يبقى من خارج اسوار القلعه. وبالفعل وقع الاختيار على وادي بين الجبال جنب القلعه، وغالبا هيوفر الغداء عن طريق السرقه والنهب. اما بقى بالنسبه للقتال فحسن كان عنده اسلوب خاص وفريد من نوعه، وكان عايز يدرب اتباعه عليه. واول حاجه كان محتاج يعملها انه يقنع اتباعه ان اللي بيعملوه ده كله في سبيل دين الله. وطبعا لازم نكون كلنا عارفين ان الجاهل اول ما يعرف ان الحكايه ليها علاقه بالدين يجري يدافع عنه وهو مش فاهم اي حاجه من اللي بيعملها اصلا. المهم فهمهم ان الامام والقائد هو اهم حاجه في الدين، وانهم لازم يبذلوا كل حاجه يملكوها في سبيل تنفيذ اوامر الامام، والامام اصلا جزء من عقيده الاسماعيليين. وبعد ما وصل باتباعه لحاله الطاعه الكامله بدا يوكل ليهم مهام عشان يقوموا بيها. المهام دي عاده بتكون عباره عن اغتيالات، واغرب شيء في العمليات دي ان كتير منها بتكون عمليات انتحاريه اصلا، يعني منفذ العمليه بيبقى رايح وهو عارف انه مش هيرجع تاني، وعشان كده كانوا بينتحروا بالسم قبل ما يتأسروا عشان عمليات الاغتيال تنجح. ما بتفكركش بحاجه الطريقه دي يا معلم؟ ايوه هي بالظبط اللي جت في بالكم دلوقتي. عرفتوا التيتا كانت بادئه منين؟ والصباح درب اتباعه على اساليب قتاليه مختلفه زي الفروسيه وفن القتال بالسيف والتنكر واتقان لغات مختلفه كتير، وكل ده عشان يقدروا ينجحوا في المهمات بتاعتهم.
عقيدة جماعة الحشاشين القتالية كانت مصدر رعب للأعداء كلهم، لأنهم ما كانوش قادرين يفهموا فكرة يعني إيه واحد مش فارقة معاه حياته ورايح يضحي بيها عادي كده عشان ينفذ المهمة. كانت فكرة مش مفهومة أصلا بالنسبة للأعداء. وعشان كده بدأت الإشاعة اللي أطلقها الرحالة الإيطالي المشهور ماركو بولو، واللي قال فيها إن حسن الصباح كان عالم نباتات، وإن قدر يستخرج نباتات معينة زي الحشيش وبدأ يخدر بيها الأتباع بتوعه، ومن هنا جه اسم الحشاشين. وبعد استقرار الصباح بدأ الدعوة بتاعته في كل أنحاء إيران في الفترة دي. وبما إن الشعب ما كانش مؤيد للحكم السلجوقي أصلا، في ناس كتيرة بدأت تستجيب لدعوة حسن الصباح، وفي كام شهر بس مدن كاملة بدأت تتبعه، وده جنن السلطان السلجوقي وقتها. وعشان كده أمر بمهاجمة مدينة كردستان اللي كانوا تابعين للحسن الصباح. لكن القلعة وقتها كان فيها 70 واحد بس قدروا يصمدوا قدام الحصار، وده لأن زي ما قلنا قبل كده القلعة كانت حصينة جدا، واضطر الجيش السلجوقي إنه ينسحب في النهاية، وفشل أول حصار للقلعة. المشكلة بقى إن الحصار ده خلى الصباح غضبان جدا، ومن ساعتها قرر الانتقام من الوزير اللي عمل الحصار ده عشان يجعله عبرة لمن يعتبر، وعشان يعرفوا يعني ايه حد يعادي الصباح واتباعه، ومن الاخر عشان ما يبقاش هفية واي حد يجي يحط عليه. لكن موضوع انه ينتقم من اكبر وزير عند السلاجقة كانت حاجة مش سهلة، وكان محتاج تخطيط وتكتكة كتير، وعشان كده استخدم حسن سلاحه المعهود الفدائيين. وهنا كلف واحد من اتباعه انه يقوم بعملية اغتيال الوزير، بس العملية دي كان لازم يبقى ليها شروط وتتنفذ بالحرف. اولا عمليه القتل دي لازم تكون دقيقه بنسبه 100%، لان من الاخر محاوله الاغتيال دي لو فشلت مستحيل يوصلوا للوزير ده مره تانية، لانه بعد كده هياخد احتياطاته. الحاجه التانية بقى ان العمليه دي لازم تكون في النهار وقدام كل الناس، عشان يثير الرعب في قلب الاعداء ويعرفهم ان اي حد بيحاربهم هيكون مصيره الموت حتى لو كان اكبر وزير في الدوله. من الاخر كده كان عايز يعمل نمره. اما بقى ثالث شرط ان الفدائي ده ما يتمسكش اسير باي شكل من الاشكال حتى لو هيموت نفسه. وبالفعل بعد كام شهر من التخطيط والتدريب الفدائي اتنكر في هدوم حد من الزهاد، ولما كان الوزير متشال على المحفه بتاعته نط عليه الفدائي وقتل وسط ذهول الحراس. عمليه اغتيال الوزير دي كانت اول انتصار كبير حققه الحشاشين، وكانت المقدمه لمجموعه كبيره من العمليات الثانيه اللي نفذوها بعد كده. وبالرغم من ان الصباح نفسه مات سنه 1124 ميلاديا، الا ان الجماعه فضلت مستمره على نفس المنهج. من الحاجات اللي سجلها التاريخ بعد كده ان الحشاشين ما كانوش بس بيقتلوا عشان مكاسب سياسيه او دينيه تخصهم، ده كمان كانوا شغالين قتله مستاجرين. وحابب اقول لكم بقى لو حابين تعرفوا القصه التاريخيه الكامله للحشاشين وايه اللي حصل فيها كلها اللي ما اتذكرتش في اي مكان قبل كده، تابعوها مع بودكاست قول يا راوي. واوعوا تفتكروا ان دي النهايه، لسه في كتير وهنتقابل تاني في ظروف غامضه. سلام.